النهاردة قلت هعمل الغدا في حلة أمي وافتكر كده أجمل الذكريات. بجد يا روايح الزمن الجميل. فاكرين؟ أظن كلنا فاكرين الحلة دي كانت في كل بيت، وبجد كان عليها أجمل الذكريات. وكنا بنتجمع بقى بس على الطبلية، ما كانش فيه سفرة بقى. كنا كلنا بنتجمع كده على الطبلية وبنعمل أجمل الأكلات. النهاردة قلت لازم أعمل الأكل فيها. بجد أوقات كتير تفتكروا عملنا إيه؟ هم؟ كانت أجمل حلة النهاردة. قلت هعملها فيها فيديو بسيط النهاردة وسريع كده. البنات طبعا اللي لسه داخلين المطبخ حبيت ان أنا النهاردة يعني اقول لكم كده حاجات سريعة على المحشي. والله في كتير لسه بيسألوني عليه. طبعا بيدخل لي متابعين جداد ما كانوش متابعيني من الأول. طبعا برحب بيكم وأتمنى إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم كده. تعالوا كده أقول لكم نبذة سريعة عن المحشي كده وجماله. إزاي يطلع مفلفل، إزاي يطلع زي الزبدة كده ريحته تجيب آخر الدنيا. المحشي بيبدأ من الكرنب. دايما نقي الكرنب الطازة الفريش، اوعي تجيبي كرنب دبلان وتسترخصي، خسارة فيه التعب. البصل او التقلية لما تيجي تعمليها دبليها، ما تحمريهاش علشان الخلطة تبقى مسكرة والمحشي يبقى مسكر معاكي. كمان لما تيجي تسوي المحشي كده حطي بقى هاتي وانت من عند الجزار كده ماسورة، حتى لو عاملة فراخ حطي حتة ماسورة. الشوربة بتاعته بتبقى دسمة. اسقي المحشي بس ما تغطيش اخر سطر بالشوربة علشان المحشي يبقى مفلفل. خلي الحلة تغلي وبعد كده هدي عليها النار. بعد ما يستوي حطي معلقة سمنة بلدي كده على الوش. انا حطيت زبدة علشان لسه ما سيحتش زبدة، فبحط زبدة يعني معلقة سمنة بلدي كده بعد ما تغرفي الاكل. امي كان زمان دايما تعمل الاكلة دي وتحطها برضو في الصينية كده وتحطها على الطبلية. الله بجد، الله على الزمن الجميل. بجد اوقات كتير بنحن للماضي اللي فات واللي اصبح ذكريات. اقول لكم ايه، اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.